السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. جئنا بحلقة جديدة إن شاء الله تعالى من حلقاتنا ديال قناتنا المتواضعة، وهي القناة ديالكم احكي لي مع محمد. حلقة جديدة وقصة جديدة، وهذه القصة دائما القصص اللي كنستخرجوا منهم بزاف ديال الحكم وبزاف ديال العبار. واحد النهار جاء واحد الرجل عند عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال له: يا عمر، أعطيني من مال البيت المسلمين، أنا ما عنديش، الرجل فقير، أنا رجل فقير. فإذا به سيدنا عمر رضي الله عنه قرب لعنده، شافه رجل باقي صحيح مزيان، جاء مشى جاب له دينار واحد، فنقولوا مثلا بالدرهم ديالنا المغربي أعطاه درهم. ذاك الراجل ماشي من ذاك النوع اللي كيتشرط ويقول له: علاش عطيتيني هذا الدرهم وصافي انا ما عنده ما يدير لي. شدو توكل على الله. قال له: اش غادي دير سيدنا عمر رضي الله عنه؟ قال له: ماذا سأفعل؟ قال له: سير للجبل وبقى تحطب، وبقى تبيع الحطب ديالك، جيبوه هنا للمدينه وبقى تبيع، راه الناس بزاف اللي يشرو منك الحطب، وهكذا باش تعيش. بدا كيمشي كيحطب، وداك الحطب كيجيبوه للمدينه وكيبيعوا. باش كيبيعوا بدرهم، كل نهار درهم. ضرب 5 ايام ديال الخدمه، جمع 5 دراهم، 5 ديال الدينار. جاء عند عمر رضي الله عنه، سقساه، قال له عمر رضي الله عنه: سيدنا عمر، شحال جمعتي؟ قال له: راني جمعت دابا 5 ديال الدراهم. دخلوا للمسجد، ودخل عندهم المسجد سيدنا عمر رضي الله عنه، قال لهم: شكون اللي زوج هاد خانه هذا وعنده؟ قال له: راه ديك 5 دراهم. عطاه ديك 5 دراهم ودخل. قال له: شكون اللي زوج هاد الاخ ديالنا في الاسلام؟ عنده هنايا 5 دراهم ديال المهر. ناض واحد من الصحابه رضي الله عنهم، قال له: يا امير المؤمنين، انا نشاور الاخت ديالي، هي الزوج ديالها توفى، والا بغات تزوج به نزوج، وانا غادي نزوجه. مشى شاور، قالت له: تزوج بها على سنة الله ورسوله. تزوجوا، حملات، ولدات طفل، صدقوا ب3 بهم، باقي كيحطب، وداك الحطب كيبيعوه بدرهم واحد، اي دينار واحد. جاء عنده واحد النهار، قال له: يا امير المؤمنين. قال: نعم. قال له: راني كنحطب، وداك الحطب كنبيعو غير بواحد درهم، بدينار واحد، ما كافينيش انا والزوجه، كنت غير انا والزوجه، دابا اصبحنا انا والزوجه والابن، 3 بينا، ما كافيناش. قال له: تزوج. قال له: أشكوك الفقر تقول لي تزوج؟ قال له: نعم، تزوج، لعله خير، فيها البركة إن شاء الله. الزوجة الثانية تزوج بالزوجة الثانية، باقي الحال ما هو عليه، كيمشي يحطب، نفس المشكل، دينار واحد لكل يوم. وما بقاوش دابا ب3، رجعوا ب4. والمرأة الرابعة، المرأة الثانية، ولدات، صدقوا، 2 4 5 بيهم. ورجع عنده واحد النهار، قال له: يا أمير المؤمنين، أشكوك الفقر، ماذا افعل؟ قال له: دابا راه 5 بينا صبحنا، وباقي الفقر هو باقي حنايا عن نفس الحاله. قال له عمر رضي الله عنه: تزوج. قال له: كيفاش غنتزوج؟ دابا حنا صبحنا 5 بينا، وما عندنا ما ناكلوا ولا نشربوا، تقريبا دينار واحد اللي هو درهم واحد ما كيكفيناش كاع، وانت كتقول لي نزيد نتزوج. قال له: غير تزوج وتوكل على الله. فاذا به يتزوج، تزوج بالزوجه الثالثه، كيرجع كيمشي كيجمع الحطب وكيبيع الحطب بدينار واحد، وباقي الحاله هي هذيك. هذاك الزوجه الثالثه قالت للزوج ديالها: مالك كنشوفك مهموم ودائما كتفكر، فاش كتفكر؟ قال لها: كنفكر في الحال ديالي، واحد الحاله اللي هي صعيبه. دابا نتوما 3 الزوجات وجوج ديال الابناء، وانا وانتي دابا 6 بينا، والحاله شويه صعيبه، وراه واحد الحاله اللي هي صعيبه كنمروا بها حاليا دابا. قالت له: ما تبقاش تفكر وما عمرك تخمم. قال لها: شنو غادي ندير؟ قالت له: ديك الحطب سير بيعو، جيب داك الفلوس ديال الحطب، جيبو ديال الصوف، انا راني كنغزل الصوف، كنغزلو، وقول للزوجات ديالك بجوج بهم حتى هما يجيو معايا نعلمهم كيفاش يغزلوا الصوف، وانت بقى تبيع الصوف في السوق. فاذا بهذيك الزوجه بحكمه ديالها وبالتعلم ديالها ديال من الصغر ديالها ديال الغزل ديال الصوف، بحال نقولوا حنا بالمصطلح ديالنا خياطه، بدات كتعلم ديك الزوجات بجوج، وهي الثالثه صبحوا كيجمعوا له ويوجدوا له الاثواب، وهو كيبيع في السوق. فاذا به اصبح من اغنياء المدينه. سبحان مبدل الاحوال، سبحان الله العظيم. شوف القصه، شوف من عباره اللي كنستنبطوا منها عبار كثيره، اللي هي الانسان دائما يتوكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسبه. والانسان دائما ما الا غادي يدير شي حاجه في الدنيا، يديرها في الحلال، ما يديرهاش في الحرام. ونتمنى ان هذه القصه هذه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسوناش من الاشتراك ديالكم، وما تنسوناش من التعاليق والإيميل للبارطاج. الى حلقه اخرى،
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.